هنعمل النهاردة بقى طبق كشري على اصوله، الاكلة المصرية الاصيلة. هقولك بقى على كل تفاصيله من اول التحابيش لازاي البصلة تطلع مقرمشة. مش هقولك بقى ان الطبق ده زي بتاع المحلات، لا هو احلى وافخم من بتاع المحلات وانضف بكتير. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس في البداية نصلي على الحبيب، وما تنسيش اللايك والمتابعة للصفحة. ولو بتشوفيني من على اليوتيوب يا ريت تعملي اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه بقى هبدا بيها هو الحمص، لانه بياخد وقت. هكون نقعاه قبلها ب5-6 ساعات كده، وبعدين اغسله واحطه في ميه وارفعه على النار يستوي. وكمان العدس بجبه هجيبه واغسله وارفعه برضو على النار، هحط له معلقه ملح كده وسقط الزيت عشان يلمع معايا. بعد كده بقى جبت 3 بصلات كبار وقطعتهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها. عشان بقى البصل يطلع مقرمش معايا هحطه في زيت يكون كتير شويه، وما تقلقيش الزيت ده انا هستخدمه بعد كده في بقيه الكشري. وانا ما بحبش احط عليه صراحه دقيق ولا نشا ولا الحاجات دي، هو انا بعمله كده وبيطلع مقرمش، بيبقى زيت غزير. وايدي معاه وتنيني اقلبه لحد ما يوصل للون الذهبي الفاتح، وبعد كده بصفيه. هو بياخد درجة او 2 كمان بعد ما بتصفيه، يعني ما تغمقهوش قوي عشان يطلع لونه حلو معاكي. وبعد ما تصفيه في مصفى، بعد كده بقى حطيه على ورق مناديل من بتاع المطبخ وسيبيه في الهواء، هتلاقيه ناشف ومقرمش معاكي، ومش محتاج بقى انك تحطي دقيق ولا نشا ويتحرقوا معاكي في الزيت. بيبقى مقرمش جدا ما تقلقيش. وكمان الزيت اللي انا صفيته ده هستعمله بقى في الرز والمكرونه بتاعه الكشري. وعشان ما نستخدمش بقى مواعين كتير في نفس الحلة اللي حمرت فيها البصل، هحط شوية زيت من بتوع البصل واحط الشعرية وابتدي احمرها ايدي مع الشعرية بقى على طول علشان ما تتلسحش مني، واوصلها للون الذهبي الحلو ده. ولو لسه بقى مصلتيش على النبي انزلي صلي عليه في التعليقات. ولو بيعجبك وصفاتي ما تبخليش عليها باللايك والمتابعة للصفحة. هنا بقى غسلت الرز وصفيته وابتديت اشوحه بقى مع الشعريه، اخده تقليبه حلوه كده. وبعدين حطيت معلقه ملح ومعلقه بصل من اللي انا محمراها، وقلبت الرز خدته تشويحه كمان كده، وابتديت ازوده بميه مغليه يا دوبك الميه تغطي الرز، واديله تقليبه واغطيه بقى واسيبه على ما يغلي ويتشرب ميته. هنا بقى غسلت شوية عدس اصفر وابتديت اضيفهم على الرز بعد ما ابتدى يشرب ميته كده، واديله تقليبة واغطي على الرز واسيبه على نار هادية لحد ما يستوي تماما. نيجي بقى للمكرونة، عندي مية مغلية هضيف لها معلقة ملح ومعلقة زيت، ابتدي اكسر فيها بقى المكرونة. عندي مكرونة اسباجيتا هكسرها على 3 اجزاء كده علشان تبقى